ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل مجموعة كده من الحاجات الحلوة جدا بالجلاش. هنعمل الاصابع المكشكشة والاصابع التانية اللي بتبقى محشية مكسرات، ودي كنافة الفنجان الخطيرة اللي بجد حاجة كده وهم هتخليكي تستغني خالص عن الكنافة العادية اللي احنا بنعملها. شايفين الجمال؟ ندخل بقى على طول في الوصفة بتاعتنا. اول حاجة دي مكسرات مشكلة، حطيت عليهم معلقة صغيرة كده من القرفة. تمام. اخدت ورقتين من الجلاش، حطيت عليها شوية سمنة كده مش كتير، والسمنة والطبق ده فيه سمنة على زيت. حطيت كده المكسرات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بالظبط. ولو الوصفة عجبتكم ياريت لايك واشتراك في القناة. هنقوم لفينها كده. ممكن لو انتي حابة تعملي ورقة واحدة بس براحتك، بس انا حابة اعمل ورقتين كده عشان يبقى شكلها حلو كده ايه، ومالي كده ايه مركزة. تمام. هنبتدي بقى نقطعها كده اهو زي ما انتوا شايفين بالظبط، وبعدين هنحطها في الصينية بتاعتنا. جبت ورقة تانية، حطيت شوية سمنة، انتوا زي ما انتوا شايفين كده ما بحطش سمنة كتير، يعني رشة كده بسيطة خالص. وبعدين نحط المكسرات. وصفة سريعة وجميلة قوي قوي بجد، النتيجة بتبقى خطيرة، والكل بيحب أصابع الجلاش دي. هنقطعها بقى ونحطها في الصينية بتاعتنا. هنعمل واحدة كمان، بس هنعمل بقى اللي هي ايه المكشكشة. نحط شوية سمنة كده مش كتير، يعني رشة كده بسيطة. والورقة التانية اهي رشة برضو بسيطة كده. وبعدين هنقوم حاطين بقى مكسرات كده بالشكل ده مش كتير خالص. تمام. هنجيب بقى اي حاجة كده عشان نلف عليها، اي حاجة عندك. انا جبت السيخ ده، ممكن انت تجيبي اللي هو السيخ بتاعت الشيش طاووق الكبير الطويلة دي، اي حاجة عندك تكون طويلة كده تلف عليها. ونقوم بقى ضاغطين كده مكشكشينها اه بالشكل ده بالظبط اهي. ونقوم بقى ايه شايلينها بالراحة. تمام كده جميلة جدا جدا. هقطعها برضو الحجم اللي يريحك. شايفين الجمال؟ حلو قوي. هعمل كمان واحدة قدامكم، حتى لو الجلاش متقطع ولا اي حاجة عادي جدا جدا، مفيش اي حاجة بتبان خالص. يعني لو الجلاش بتاعك متقطع عادي جدا اعمليه. واصلا دايما الجلاش بقى متقطع باستمرار، انا مش عارفة بصراحة حصل له ايه. يعني لما بلاقي لفة كويسة كده ومش فيها حاجة متقطعة بقول الحمد لله انما بصراحة بقى باستمرار متقطع ومتبهدل كده. هنعملها برضو كده، هنحط فيها السيخ ده ونلف عليه. الموضوع ده يا جماعة بجد ما بياخدش دقايق، بتكوني مخلصة اللفة كلها في دقايق كده، ما تاخدش وقت خالص. نقوم مكشكشين ونقوم شايلين كده، وقطعها ايه تقطيعة اللي تريحك بالحجم المناسب ليكي. تمام حلو قوي قوي. هنا بقى انا قلت اعمل شوية كده كنافة، كنافة بالفنجان. حطيت ده ربع كيلو كنافة، عليهم معلقتين كبار سكر بودرة وكيس فانيليا، قلبتهم كده مع بعض. تمام. حطيت شوية كده سمنة مش كتير برضو زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، وقلبتهم بقى ايه كويس اوي. انا قلت اعمل كام واحدة كده كنافة بالفنجان جنب ايه اصابع الجلاش. الكيس بقى احط عليه شوية سمنة كده عشان يساعد ان الكنافة تنزل بسهولة. احط بقى شوية كنافة كده، واعمل سور عشان المكسرات ما تنزلش. حطيت بقى شوية مكسرات وبعدين عليها الكنافة، ونضغط كويس جدا جدا جدا. تمام. وبعدين اطلعها تلاقيها بتطلع معاكي بسهولة خالص. شايفين الجمال؟
حلوة قوي قوي قوي. نحطها بقى كده بالراحة في الصينية بتاعتنا. هعمل كمان واحدة قدامك. حطيت شوية من الكنافة واعمل ليها سور كده، وبعدين احط شوية من المكسرات وشوية من الكنافة واضغط جامد جامد. الموضوع ده ما بياخدش بجد دقايق، بتكوني مخلصة كل حاجة. اشيلها بقى كده بالكيسة اهي. ما شاء الله جميلة قوي قوي قوي. شايفين الجمال؟ حلوة قوي. حطيها بالراحة كده في الصينية عشان ايه ما تفكش منك. تمام. عملت واحدة كمان اهي عشان الفكرة توصل ليكي. اهم حاجة في ده كله ان انت لازم تضغطي على فكرة. لو ما ضغطتيش هتلاقيها تفرفط منك وهتتبهدل. لازم تضغطي كويس جدا جدا. والكيس ده بيسهل قوي، يعني بيخليكي تبقى سريعة فيها قوي، تعملي كمية في دقايق. اه شايفين الجمال؟ ممتازة. خلاص كده. جبت بقى شوية سمنة كده على زيت، وابتدي احط بقى على اصابع الجلاش والكنافة. تمام. والله بجد وصفة جميلة، ما اخدتش وقت خالص. في دقايق كده وانت واقفة هتعملي كل الكلام ده. وطبق متنوع، جلاش كنافة. بجد حاجة جميلة قوي قوي قوي. مستاهلش بقى لايك بقى ولا ايه؟ الوصفة والله تستاهل لايك. هندخلها بقى الفرن، لازم يكون سخن، درجة حرارته 200، الرف الأوسط. ما بتاخد أقل من نص ساعة. بتكون اتحمرت من تحت، وبعدين تولعي الشواية عليها دقيقتين بالظبط وهتشيليها. بس خلي بالك وهي تحت الشواية عشان ما ايه ما تتحرقش منها. طلعت معايا بالمنظر الجميل ده. حطيت عليها الشربات على طول اول ما طلعت. الشربات ده كان عندي، الشربات عبارة عن كوبايتين سكر، وكوباية مية، وفانيليا، ونص عصرة ليمونة. تمام. 7 دقايق على النار وبعدين تطفى عليه. بس كده. الشربات سهل اوي، مفيش فيه اي صعوبة خالص. انا عملته كذا مرة على القناة. اهم حاجة اول ما هما يطلعوا كده تحطي الشربات على طول. والشربات طبعا بارد، وهما طبعا سخنين لسه طالعين من الفرن. شايفين بقى الجمال؟ بجد حلوة قوي قوي، متماسكة. لونها جميل جدا جدا جدا، تسوية رائعة. بجد حاجة كده خطيرة. انا بحب بصراحة الكنافة اللي بتبقى محشية مكسرات عن اللي بتبقى محشية كريمة. شايفين بقى اصابع الجلاش اللي هي المكشكشة دي؟ بجد روعة روعة روعة، يعني انا بحبها قوي. جميلة قوي عسولة بجد. هنرصهم بقى كده في الطبق بتاعنا. جربوا الوصفة دي بجد حلوة قوي وهتعجبكم. والله مش هتاخد منكم دقايق، في كل دقايق وهتكوني مخلصة كل الكمية دي. واعملي كمان الكنافة الفنجان دي، بجد حلوة قوي قوي قوي. هتخليكي تستغنى عن الكنافة العادية التقليدية اللي احنا بنعملها. رشيت على الوش كده شوية مكسرات كده. وده كان المنظر النهائي بقى. بجد خطيرة خطيرة. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. وانتظروني بإذن الله في وصفات تانية كتير. اشوفكم على خير ومع ألف سلامة.